عليك المرة هذه إن شاء الله. بكرة يكون في مكالمة كمان يا أبو حذيفة باذن الله. إن شاء الله. اتفضل. الله يرضى عليك. طيب أنا كتبتهم في نقاط سريعا عشان بس بنسى. الآن أنا لما كنت في مارس الماضي لما كنت في مصر، أنا شبه كونت فكرة عن أحمد حسين. يعني خلص مش شبه، يعني تقريبا نسبة 90% أنا خلص أو أكتر حكمت عليه. يعني خلاص من كتر اللي شفته من كذا المواقف اللي حصلت هناك، فأنا كونت فكرة إنه عنده مشكلة كبيرة وإنه في خداع كبير بيحصل، وإنه الرجل هذا بيستفيد مني ماديا. فلذلك يعني إيش بي ساكت عني، ويعني مش ساكت عني، يعني بيحاول يكسب مني فلوسه فقط، وكل هذه تمثيلية، وهو رجل لا يأبه بأي شيء إلا إنه بيكسب المال. طب ليش أنا استمريت إني أنا أتواصل معه، وليه أنا دخلت دافعت عنه لما رجعت مصر حصل اللي هو الفيديو اللي بعديه اللي هو عمله ودخل اللي أرسلته لك، اللي دخل فيه ربيع إسماعيل ودخل فيه محمد عبد المجيد. سبحان الله، الإنسان لما يكون بينه وبين شخص تواصل فترة طويلة بيحب يكون فكرة كاملة، والنقاط يعني بيحب إنه يعني يكون استنفذ كل المحاولات، بحيث إنه فعلا يكون متيقن 100%، ما يكونش واحد في المليون احتمال إنه ظلم اللي قدامه. فأنا وجدت نفسي ممكن أفيد في هذه النقطة، وخصوصا أنا شاهد عليها. وبرضو أستمر في إنه خلاص انتهى موضوع المادة، أشوف إيش اللي يحصل منه يعني بعد ذلك، لأنه أنا كان وقتها كان صار لي 4-5 شهور متوقف عن إرسال أو أكتر، يعني من شهر 2 تقريبا فبراير 2022 كنت توقفت تماما عن إرسال. كان آخر مبلغ $400. فكان مر وقتها يمكن 6 شهور أنا متوقف تماما، وبرضو عايز استمر أشوف إيش اللي هيصير منه لما خلاص يعني أمنع الفلوس تماما، أشوف إيش اللي يطلع منه. لذلك أنا استمرت معه في التواصل، ولذلك أنا دخلت برضو من باب الحق، لأن أنا شاهدت في موضوع ال يعني اللي شفته واللي شافته والدتي وإخواني، إنه الرجل هذا يعني مراته على ذمته، مش زي ما ابن الحاجة فاطمة صالح اللي هو أحمد طلع في البث، واللي ترتب على أساسه مشكلة كبيرة بينه وبين ربيع إسماعيل اللي هو البث اللي عند برانيم. فهذه النقطة أنا حبيت بس أوضحها. النقطة الثانية، أنا في تواصل مع محمد عبد المجيد من 6 شهور الماضية، اللي هي من بعد ما كشفت نفسي، وبعدين أنا اتصلت مع أنا اللي جبت رقم محمد من قناته وكلمته. كنت دائما أحاول أنصحه في أي أمور أشوفها. النقاط اللي كانت يعني بحس فيها إنه فيها أخذ وعطى، زي مثلا استضافته للشيعة، واللي يعني زي يعني كلم شيعي في سيدتنا عائشة. الموضوع ده مش يعني مش لا يطرح أصلا، فكنت بعتبره أخذ وعطى. لذلك كنت دائما أكتب له على الخاص، وبيني وبينه أقول له إنه أي نصيحة ما تعجبك ارمي بيها عرض الحائط. أنا كنت بكتب له كتابة يعني، لكن أنا ما كنت بقصد منها الأمور اللي هي معلومة من الدين بالضرورة. يعني ما كنت أتوقع مثلا إنه في استضافته اللهم صل على سيدنا محمد، استضافته للشيخ كريمة، إنه يسكت على تهجم الشيخ كريمة على السلفية في الحلقة، وبعدين في الآخر خالص لما الشيخ كريمة يقول حرفع قضية على قناة الفكر الحر، قناة سام، فمحمد ينتفض. لذلك بعت له رسالة كتابة SMS، حتى ما صبرت ابعتها ماسنجر او واتس، وحكيت له اتق الله. فالامر هذا يعني كان بالنسبه لي علامه. يعني هو اغتاظ وغار وغاضب من اجل قناه الفكر الحر. يا سلام عليك كده. ارجع للبث موجود، ولم يغتاظ على التهجم على السلفيين باطلاق. فهذه بالنسبه لي مش امر اللي هو لا ينطبق عليه مقوله كنت لو قلتها له اللي هي بتاعت ارمي عرض الحائط. لا،
ده معلوم من الدين بالضروره انه لما واحد يتهجم على المسلمين بغض النظر الشيخ او غيره بايه باطلاق، انت المفروض ان انت توري انه يا جماعه انه يا شيخ انا معلش انا ما هذا مش بتعميم، انت قصدك فئه نعم، معينه. الكلام هو مسؤول عنه، وهو مسؤول عن الكلام ده. ايوه وانه انا الكلام هذا يا شيخ انا مش يعني ما برضى فيه والمفروض كذا، لكن وكمان تعلن لو في اي حد من السلفيين عايز يرد عليه يديله الوقت المناسب ويطلع يرد. ايوه وبعدين منهج بالضبط، والمنهج السلفي في ناس كويسين في نفس اللحظه اللي اتكلم فيها الشيخ، لكن انت سكت تماما ولم تنتفض الا في نهايه البث. وارجع يا شيخ ابو حذيفه شوف اتاكد من نفسك، الحلقه دي موجوده عنده على القناه اعتقد يا المبين لا يا الصدوق، هتلاقيها الست شهور اللي فاتوا، هتلاقي حلقته مع الشيخ كريمه في النهايه خالص بينتفض وبيعلق فقط على ان الشيخ كريمه اللي بيقول هرفع قضيه على قناه سامي اللي هي فكر الحب. قال له ايه بقى؟ قال له انا ضد، قال كده باللفظ انا ضد انه نرفع قضيه على اي قناه وعلى اي شخص وعلى اي فكر ونحجر الافكار. ما شاء الله. ده اللي قال. لكن نحجر على افكار هو طبعا السلفيه مش افكار، السلفيه ايوه بالضبط منهج. تمام. لكن يحجر على كده وما يحجرش. وبعدين السلفيه ما فيش فيها تقديس يا ابو حذيفه، وانت ادرى مني بهذا الكلام. ما فيش حدا فوق الدين، من ليس معه دليل لو كان مين. أكيد. ليس معصوم الا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. طيب هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه انه انا كنت بنصح محمد عبد المجيد طول فتره تواصلي معه من 6 شهور اللي فاتت او اكثر طبعا، اللي هي من لحظه ما كشفت نفسي في البث اللي هو اللي ارسلت لك اياه. كنت دائما بحكي له انك حاول يا احمد يا محمد ما تستفز من قبل احمد حسين، ولا تحاول انك انت ترد عليه حتى لو ذكر اسم نفسك، لو ذكرك بالاسم او انتقدك او تهجم عليك او لمح لك، لانه لا يستاهل انك ترد عليه. لكن طب انا ليش الان بعلق على تواصلهم مع بعض وصداقتهم القويه الان؟ لانه الموضوع اختلف. الموضوع مش ان انت والله ما تعلقش عليه ولا انت الان بتتعاون معاه، انت بتروج ليه، انت اللي كشفته لنا يا محمد. الامر الان مختلف، انت كشفت احمد حسين لينا وكنت سبب انه ناس كتير عرفوه، وانا من ضمن الناس اللي كنت اكتر ناس واحد مخدوع. فالامر الان مش امر ان انت مش ان انت يعني بتطنش استفزازاته ليك، ده انت الان صديقك وبتروج ليه وبتعمل معاه ومع اكرم حسن. طبعا اكرم حسن انا ما بعرف وضعه، قد يكون مخدوع لانه اكرم حسن من الناس اللي اللي احمد حسين قال لي بالحرف انهم تآمروا على الحاجه فاطمه هو ووالده واخوه. احمد حسين قد يعني قال لي اكثر من مره ان اكرم حسن ارسل ابوه وارسل اخوه للحاجه فاطمه عشان ياخدوا منها فلوس لما كان في السجن، مبلغ كبير، وهي كشفت اللعبه. فقلت له يعني كنت بتواجه مع احمد في هذا الكلام، بس للاسف يعني ما اعتقد صوتيا يعني ما فيش عليه كلام. انه كنت بحكي له يا احمد انا يعني من متابعتي لاكرم في قنواته ما اتصور انه يبعت ابوه واخوه للحجه فاطمه اثناء سجنه ويضحكوا عليها بمبلغ. قال لي لا، ويصر احمد انه يصر انه لا هو متعاون وهو باعتهم. وانا بقول لك لا انا متاكد، انا بقول طب دليلك الان هو ايه؟ اكرم حسن حبيبه ومحمد عبد المجيد حبيبه، ومحمد عبد المجيد اللي قبل اقل من شهرين باعت لي، يعني مش اقل من شهرين، فتره طويله طول تواصل معاه عمال بيفضح لي كل قصص احمد اللي عن طريق الحجه فاطمه وموضوع بنته اللي كانت مريضه وغيره اللي كان عايز يكسب من وراها، يعني يخدع الدكتور البيطري اللي هو في الرياض اللي اسمه محمد رمضان، والحجه فاطمه كشفت اللعبه. فالموضوع مش موضوع انه يعمل بنصيحتي، لا الان هو بيروج لاحمد حسين. النقطه الرابعه موضوع اللي بيحصل يا ابو حذيفه في القنوات، سواء كان رضا او احمد حسين او الناس اللي على يعني مش فقط رضا واحمد حسين، ده كل القنوات اللي انت ممكن تتابعها وبتقبل دعم مادي.
يعني انا سمعت مثلا انه على روايه محمد عبد المجيد قال لي بالحرف انه زين خير الله بيقول للناس ادعموني بس مش لقناتي، ليا شخصيا انا قناتي انا يعني انا محتوى مش عايز حد يدعمني المحتوى، تدعمني ليا انا لحسابي انا ادعمني. فهو بيقول محمد عبد المجيد بيعلق بيقول لي انه اقسم بالله طبعا انه احمد عبد المجيد قال لي ذلك، يعني حكى لي انه الرجل واضح رغم ان الامر غريب لكن واضح. طيب غيره يا ابو حذيفه، كل القنوات اللي ممكن تسمع فيها تيجي على بالك مثلا ابو اسمه ايه اللي هو الشيخ المعروف هذا السلفي في قناه مشهوره، مش عارف لو تذكرني بيها ابو حذيفه. سلفي يعني ايه؟ مش لا هو سلفي لكن يعني من القنوات اللي هي بتحارب النصارى، يعني عفوا من نقاشات مع النصارى وكان دخل في تحدي قريبا مع القمص هذا المسيحي اللي تهجم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اسمه اللي هو ابو عمر الباحث. ابو عمر الباحث ابو كافح الشبهات. هل هذا بياخد دعم؟ هل بيوصل له فلوس؟ انا بضرب لك مثال. تمام. اسمه ايه اللي دخل السجن اللي هو الشاب الخلوق هذا؟ لا الاخ هذا عنده دعم، واللي هو الاخ اسمه ايه سبيعي او سبيع. هذا برضه بيجي له دعم. انا عايز اقول القضيه قضيه عامه، الناس هدول بيجوا يعني ملايين. مش عايز اقصرها فقط في رضا فلقيله النصاب اللي بيقول لي خالد العقبي من حوالي شهرين او شهر ونص في نص رمضان او رمضان او قبيل رمضان بيقول لي عنده عربيه انا ما اقدرش امتلكها. طبعا انت بتقول على رضا خلقيله نصاب ماشي، بس الكلام ده على مسؤوليتك انت، ولو عايز يرد يجي يرد. ايوه ما هو انا بقول لك انا اعطيتك ادله تمام وانت شفتها بنفسك يا ابو حذيفه. انا هنعرض الادله ان شاء الله. انت شفتها بنفسك. يعني انا وريتك التواصل كان اخر تواصل كان يوم 24 ابريل 21. نعم. التواصل الثاني بعد ما ارسلت الرساله لهمام عبد العالي التواصل معاه ايوه التواصل منه ليا انا، بالنسبه لي ما فيش اي تواصل. كان هو اللي بيتصل بيك. هو اللي اتصل بيا قبل 21 مارس اللي فات. نعم. وانا ارسلت لك الرسائل لما قال انت لما قعدت اقرا لك كلامه واشهد الله ايوه موجوده، ما انا بقول لك يعني تخيل سنتين ما فيش اي تواصل لمجرد ان انا وقفت عنه ارسال الفلوس، ما حصلش بينه وبينه اي تواصل. وطبعا القناه انا قلت لك قناه اللي هي اسمه احمد ابو مالك اللي هي قناه ناصح امين، قناه ناصح امين مهندس احمد ابو مالك. طيب معي ابو حذيفه نعم. طيب الان في القناه هذه لما تدخل على البثوث طبعا في عندك الشيخ اللي هو الحاج خالد العقبي عمل بيان مهم على هذه القناه وعلى قناه محمد عبد المجيد من حوالي 7-8 شهور، وبيفضح فيه رضا فلقيله انه رضا حرامي ونصاب وانه خدع ناس كتير من ضمنهم اسلام الفيومي. كان الدكتور محمد رمضان كان بعت فلوس ليه لاسلام الفيومي، هذا مسيحي اسلم من 25 سنه، واسلام الفيومي اكتشف لما تواصل مع محمد رمضان انه رضا فلقيله ما حولوش ولا شيء. بالاضافه لناس كتير هتلاقي في البثوث ربيع اسماعيل طبعا كان اعطاه حوالي 12,000 جنيه لزوجته ايام لما كان في السجن، وبعدين لما طلع من السجن انكر الفلوس اضطر ربيع اسماعيل انه يوسط ناس كتير ما فيش فايده، لما في الاخر وسط احمد حسين، واحمد حسين جاب له 8,000 من 12,000 بالعافيه. فرضا يعني هتلاقي كل فضايحه ونصبه واحتياله على الناس. واللي كشفوا اكتر مين مدير قناته اللي هو نسيت اسمه اعتقد ابراهيم عبد الرحمن، عفوا عبد الرحمن عادل.
مدير قناة رضا فلقيلة. فهذه الأمر الرابع. السؤال رقم الخمسة إن شاء الله فضل نقطتين بعديها وخلص. رقم 5، ليه كل الناس اللي كشفوا حقيقة أحمد حسين ورضا فلقيلة، خلينا نقول في أحمد حسين الأول، ليه والناس اللي يعني اللي كشفوا واكتشفوا، اللي كشفوا زي محمد عبد المجيد، واكتشفوا زي مثلا خالد العقبي، فاطمة صالح، محمد رمضان، الناس هدول كشفوا حقيقة أحمد حسين أو اكتشفوها. ليه لم يواجهوا بهذا الكلام؟ ليه ما طلعوش زي ما فضح خالد العقبي، طلع فضح رضا فلقيلة في بيان. هبعت لك، اعتقد بعت لك الرابط تبع البيان على اليوتيوب، هبعته لك مرة تانية. ليه ما طلعوش فضحوا أحمد حسين؟ وأبو مالك برضه نفس الطريقة، اللي هو كان من ضمن الأدامن عند أحمد حسين، وتواصل معي في رمضان مؤخرا لما الحاجة فاطمة صالح كشفت له القصة، وشاف تعليقاتي عند قناة سعيد حصالي لما علقت وقعدت أكشف أحمد. ليه ما واجهوش بشكل مباشر؟ ده سؤال غريب برضه، يعني أنا مش لاقي له، يعني بستغرب. حتى الحاجة فاطمة صالح وخالد العقبي ومحمد رمضان عارفين إنه محمد عبد المجيد عنده لف ودوران. يعني محمد عبد المجيد للأسف الآن بيساند أحمد حسين علنا، حتى لو كان الهدف هو تنشيط قناة أكرم. زي ما قال لي، زي ما حكت لي الحاجة فاطمة، هو هذا مبرر عشان قناة أكرم القديمة تقريبا أغلقت أو كذا، فهو عمل قناة جديدة أو وضعوا يعني قنوات الآن وضعها سيء في الدعم، فيتحدوا مع بعض عشان يحسنوا الدعم. أنت بتتحد مع النصاب اللي أنت كشفته للناس. فدي نقطة الخامسة برضو كنت حابب أكلمك فيها. النقطة السادسة، طريقة إنهاء التواصل من قبل رضا وأحمد ومحمد عبد المجيد. رضا مجرد ما توقفت عن إرسال الفلوس راح سوى حظر، واللي أرسل رسالة اللي بعت لك إياها، اللي هي أنت جدك تميم الداري وأنا كنت لك أذن صاغية والسلام، فقط لمجرد أني توقفت عن إرسال الدعم. طب هو أنا سويت معك أي مشكلة؟ أنا مثلا كشفت أنك أنت قلت لك توجهت لك اتهام، والله أنا اكتشفت عن طريق ربيع إسماعيل. يمكن المشكلة أنك أنت وقفت الدعم، يعني دي مشكلة بس. أيوة، وده اللي قاله لي أحمد حسين وقتها، قال لي أنت وقفت الدعم. لما زرته في مصر أحمد حسين طبعا كنا بنتكلم باستمرار، بس أذكر وأنا ماشي معاه في شوارع أرض اللواء، قال لي، قلت له يعني رجل يقطع العلاقة لمجرد إنه أنا وقفت الفلوس ويبعت لي الرسالة دي ويعمل لي حظر؟ قال لي أيوة، عشان أنت خلاص ما بتبعتلوش فلوس. فهل هذا طبعا التواصل سنتين كاملين، أنا طبعا لا واجهته ولا تواصلت معاه ولا كلمته، واللي كشفه لي مين؟ اللي كشفه لي أحمد عن طريق ربيع إسماعيل. دي طريقة انهاء التواصل من رضا. أحمد نفس الطريقة. أحمد لما تيقن إن أنا مش هرسل له ولا مليم وبديت أوجه له النقد، عمل إيه؟ عمل لي بدأ يتطاول في الكلام. وهذا محمد عبد المجيد نفس القصة. محمد عبد المجيد تفاجأت إنه، يعني مش تفاجأت، عملت له فقط إنه باهلته على الخاص، باهلته على الخاص زي ما باهلني على العام، زي ما أنا بعت لك التسجيل معايا أبو حذيفة. معك يا أخي. ايوه حبيبي، زي ما بهلته على العام اللي هو التسجيل اللي بعته لك. ايش كان منه؟ كان منه انه راح طلع فضح اللي بيني وبينه بطريقه تهديد، ان انا هطلع المبالغه دي على العام وطلعها بصوره استعراض، وكانه اعوذ بالله بيني وبينه كل شر وايذاء. فنفاق، علاقات كلها نفاق، رغم اني سامحته في موضوع بنتي، رغم اني تعاملت معه بكل اخوه. ففي لحظه واحده قال لي احلى بلوك
ولا انا ما ارضى ان واحد زيك يكون صديقي، عشان واجهته بالحقيقه، عشان باهلته في انه بيقول لواحد بيصد عن سبيل الله، بيقول له مبروك الحريه. فالناس دول نفاق، بيعتمدوا على انه والله عايزين الناس اللي تدعمهم، بس مش عايزين واحد يقول لهم انتوا على باطل، رغم اني ما سبيتش ولا شتمت ولا من اخلاقي اصلا. اخر نقطه، احمد حسين لما تواصل معايا في الفيديوين او البثين، اخر بثين، قبل ما يسوي لي حظر ويبعت لي الجمله تبعته الاخيره اللي هي روح العب بعيد يا بابا، مش ناقصه تخلف، انا غلطان اني كلمتك وعبرتك واحلب وبلوك. ده المنجاوي ده المنجاوي كان طلب في الفيديوهين انه سالني سؤال مباشر، قال لي هل تتواصل معايا مره تانية؟ هل انت حابب يكون فينا علاقه؟ قلت له لا، بعد اللي صدر منك لا. قال لي خلاص ما تجيبش سيرتي ولا تنتقدني ولا تجيب سيرتي مع اي شخص بعد كده ولا تتكلم عني. فهم هدول عايزينه يتم النصبايا ومحدش يفضحهم، محدش يكشف حقيقتهم للناس. دول ال7 نقاط يا ابو حذيفه اللي كنت حبيت اقوله لك في عجاله. طب لو احنا استضفنا احمد المنجاوي او هو طلب الدفاع عن نفسه، انت يعني مستعد لمواجهته؟ المشكله انا عارف انه ان احنا معانا الدليل، انا عارف هو المشكله انه من النوعيه اللي بتعرف تراوغ في الكلام وبيلف ويدور بنصب. يعني هو الرجل اقسم بالله لابو مالك، وانا عندي اسمه كامل الراجل دوت الصعيدي، انه انا ما حولتلوش ولا قرش. تمام. فالرجل هذا قال له يوسف، لان انا فضحته عند قناه. اتفضل. لحظه، هو اقسم بالله صحيح، لكن الادله تثبت كذبه، يعني ايه المشكله؟ ايوه انا فاهم، هو وجوده عشان نناقشه، مش عشان نقول للناس تعالى دافع عن نفسك، لا عشان نحذر الناس منه. هو ورضا فلقيلة والعقيد طبعا. محمد عبد المجيد وضعه في العقيده، محمد عبد المجيد بيتعامل معايا ومعاك ومع ناس كتير انه انتوا مش اوصياء على الدين. تمام. انتوا سلفيين. مع ان فكرنا اللي احنا بنتكلم فيه مش قضيه سلف ومش سلف. انا اكاد اجزم يقينا، وانا مش طويل بعلم كمان، ان يجيب اي واحد عالم في اشعري او معتزلي حتى ويعرض عليه بكل امانه اللي عمله محمد، هيقول لك ده مش من الدين. القضيه مش قضيه اسلام، مش قضيه معتزلي وسلفي واشعري ومعتزل، دي قضيه دين. ازاي توالي من حاد الله ورسوله؟ انا نفسي حذرته او يعني نبهته على ان منهجه غلط في مساله ان هو يستضيف واحد يستضيف من طرف واحد ويسيبه يتكلم زي ما هو عايز زي ما يطلع. دي نقطه مهمه. ما بالك يقول له مبروك الحريه؟ انت عارف اخر حلقه هو عملها، جايب واحد مش عارف منين وبيتكلم عن صوفي طبعا يعني، وبيتكلم عن ايه، عن السلفيه والكلام ده كله، وبينتقد 5 كتب ان دول ما لهمش اساس وما لهمش مش عارف السند والكلام ده كله. فانا علقت يعني تعليق، فبيقول لي لو انت عايز تيجي تناظر تعالى، هو انت عايز تعمل حاجات بس كده. ايوه استعراض زي ما عمل معايا، بهلته على الخاص راح رفعها يعني. شفت الرد، شفت اللي عمل معايا ايه؟ بهلته على الخاص قام رفع راح قام قال لي انا هعرض المباهله دي على العام، وانا بكلمك عشان تعرضها على العام، وانت بتهددني اعرضها على العام. شاف الاسلوب؟ راح قال لابو مالك ايه؟ ابو مالك كلمه فقال له ايه؟ ما هو مالك قال له انت عملت حظر ليه وبعدين بتطلع الحوار؟ قال له ما هو انا اصلا عرضت عليه وهو وافق. ابو مالك قال لي بالحرف اقسم بالله، وابو مالك قال لي انا استعداد اجي اشهد عليه. تمام. وانت ما كنتش وفيت ولا حاجه ابدا. القضيه قضيه مش وفيت، تحدي. طريقه العرض تحدي وليس التخيير. لما يقول لي انا هعرض المباهله على العام، ما قاليش هل تسمح نعرض المباهله دي على العام؟ ما قاليش كده خالص. والحوار عندك انا سجلته يا ابو حذيفه، بعتهولك. ما قال عايز استعراضه بس، بالاضافه الى الامور العقائديه اللي هي معروفه لكل المسلمين، اللي معلوم بالدين من الضروره. انت لازم تعرف انه واحد بيصد عن سبيل الله
عايز تطلع تقول له عشان والله الرزق وعشان امور السياسيه. ايه دخل الرزق والامور السياسيه تطلع العم وتهنيه قدام الناس؟ ده مش شخص عادي، ده محارب لله ورسوله. نسأل الله أن يهديه يا رب. نسأل الله. امين يا رب العالمين. ده غير انه تعامل معايا بعوذ بالله. يعني انا لو يعني دايما بيقول ايه هو؟ بيقول انا مش طالع، انا مش فاتح قناتي عشان خاطر الناس المسلمين، انا فاتحها للمخالفين، فاتحها للناس الغير مؤمنين. يا اخي اذا كنت انت حنين مع المؤمنين، وده اللي قاله له ابو مالك على فكره، تتعامل مع اخوانك المسلمين بالفضاضه دي، مع واحد سامعك في حق بنته. وعلى فكره اسلوبه لف ودوران واسلوب سيء. لما طلع ولما واجهته في الفيديو، لو انت سمعت الفيديو اللي بعته لك، لما واجهته قعد يلف ويدور. انا مش عارف انت سمعته ولا لا يا ابو حذيفه. قعد يلف ويدور. نعم. هو اديته 45 دقيقه قعد في دخلتي يعني، قعد يقول انت ليه ما جيتليش من الاول عشان ادعي لبنتك؟ انا ما طلبتش منك ابتداء انك تدعي لبنتي. انا ابتداء ما طلبتش منك، انت اللي طلعت اتكلمت. انت اللي طلعت جبت ست بنتي وقعدت تدافع بكل اعوذ بالله، وانت اللي بهلت. انت قلت الله يلعن الظالم فينا، وقلت لك امين. انت اللي بديت بالمباهله، ورغم كده كملت معاك الحوار وخليتك تعتذر من بنتي في نفس المداخله. وانت اللي قلت لي اتمنى انك تتواصل معايا. انت اللي طلبت مني. ارجع يا ريت يا ابو حذيفه تسمعها كامله، مهم جدا. هتعرف ازاي شخصيته مراوغ وبيلف ويدور وبيقلب الحقائق. الله المستعان يا شيخ. الله المستعان. انا بس اسمح لي، انا يعني مش عايز اعطل عليك، احنا في ايام اعياد وكده. انا حبيت احاول باختصار، لان كل مره بتشعب في نقاط وحاولت اسجلها كده عشان اركز الفكره. ان شاء الله ابعت لك المكالمه دي بكره باذن الله، اكون في المكتب. إن شاء الله. ابعتها لك كرابط على الايميل. خلاص، وفضل اقل من دقيقه وينتهي او 10 ثواني. سلام الجميع ابو حذيفه، وكل سنه وانت سالم. الله يرضى عليك، وجزاك الله خير، وبارك الله فيك على صبرك. الله يرضى عليك. سلم على الجميع ابو حذيفه. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.